هل تصعد البورصة في يناير؟ وأنا هنا مش باتكلم على يناير ده، أنا باتكلم على الناس اللي بتقول لك أصل البورصة لازم بتطلع في يناير، وأصلها لازم بتنزل في فبراير، وأصلها مش عارف قبل رمضان بتعمل إيه. هكلمك على السيزونال ايفكتس اللي الناس معتقدة إنها حاجة حقيقية. بس قبل ما أبدأ عايز أفكرك إن إحنا عندنا برامج تعليمية، سواء أنت جاي من تحت الصفر ما تعرفش يعني إيه بورصة، أو بقالك 20 سنة بس بتخسر ولا نتائجك مش تمام. في جميع الأحوال عندك رقم واتساب في الصفحة الرئيسية في القناة، ابعت لنا هنعلمك بورصة صح خطوة بخطوة. برامج تعليمية عملية، مش مجرد فيديوهات بتتفرج عليها وتمشي. أنا محمد فاروق، بقالي 21 سنه في البورصه، بدات سنه 2005. ربنا يدينا ويديكم طول العمر. طيب مبدئيا كده انسى خالص الكلام الفارغ بتاعت ان البورصه لازم تتحرك في شكل معين في توقيت معين. في حاجات مبنيه على statistics في السنين اللي فاتت، ان في بعض السنين احيانا بيحصل كده واحيانا بيحصل كده. في يناير فاحيانا البورصه بتطلع واحيانا البورصه ما تطلعش. الخلاصه فكره ان اللي يقول لك ان في توقيت معين يحصل فيه حاجه معينه في البورصه بيبقى شخص يمكن في الغالب هو لسه مبتدئ، هو مش فاهم الدنيا بتمشي ازاي. هو مش فاهم ان كل توقيت مختلف عن التاني تماما، وان كل توقيت ليه معطيات والفاريبلز بتاعته اللي بتحدد البورصه دي هتعمل ايه. فده مبدئيا دي كده نقطه رقم واحد. انسى ان انت تحاول ان انت تفترض ان في توقيت معين بيحصل فيه حاجه معينه، عشان دي من اكتر الحاجات اللي ممكن تخسرك لو انت راجل لسه بتبدا او حتى لو بقالك سنين. يناير ده تحديدا بقى، يعني يناير 2026 ايه الوضع؟ انا شخصيا انا متفائل جدا باتجاه البورصات العالميه كلها في 2026. وقلت لكم قبل كده ان البورصه الامريكيه عملت السنه اللي فاتت طلوع غريب، يعني طلوع غريب بسبب اسهم تكنولوجيه بتقود الموضوع. كتير منها كان اسهم الاي اي، الذكاء الاصطناعي، والحاجات اللي هي قلت لك احنا في وسط ثوره تكنولوجيه غريبه بتحصل. ولو انت عايز تعرف انا حصل معايا ايه السنه اللي فاتت وعايز تعرف معلومات اكتر، هتلاقي جروب تعليمي في الصفحه الرئيسيه في القناه، بص عليه هتلاقي فيه معلومات كتيره جدا سواء عن البورصه المصريه او البورصه الامريكيه او البورصات عامه. ممكن تبص على الجروب لان في حاجات كتير قوي ما بحطهاش هنا. بس طبعا بافتراض ان لا قدر الله ما يحصلش بقى حرب عالميه، وباء تاني، احنا مش ناقصين وباءات، يعني الجيل ده شاف كورونا وحاجات غريبه، فان شاء الله بافتراض ان ما يحصلش حاجه كبيره، انا متوقع ان شاء الله هتكون سنه سعيده على الناس اللي حاطه او الناس اللي مستثمره في البورصه، في بورصات العالم اجمع ان شاء الله. وهو في حاجه هي بونص، بس هي شويه تطلع وشويه تختفي وشويه تبان. موضوع السلام ما بين روسيا واوكرانيا، ان في مفاوضات سلام. على فكره هي في مرحله متقدمه، لكن طبعا ما حدش فينا يقدر يعرف اللي هيحصل. لكن في حاله ان دي تحصل، ده ممكن يكون خبر جذري للبورصه، مش بس عشان هو ممكن يعمل سلام ويهدي الدنيا، لا 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 خالص. ما تنساش ان جزء كبير جدا من الانفليشن او الغلاء اللي حصل في كوكب الارض من يوم حرب اوكرانيا كان بسبب ان الدول دي مصدره للقمح والحبوب، وبسبب ان السبلاي تشينجز، او ان لما شركه بتيجي تحرك البرودكت بتاعها بشكل معين بتضطر بدل ما تعدي من هنا تعدي من هنا، عشان هنا في كونفليكت وعشان هنا في حرب. فالموضوع ده اثر على الاقتصاد العالمي فوق ما تتخيل، واثر في الانفليشن تحديدا. عشان في ناس تقول لك اصل الاسعار بتغلى، احد الاسباب الرئيسيه لغلاء الاسعار في الكام سنه اللي فاتت كانت حرب روسيا واوكرانيا. فده بالتالي بيقلل من ارباح الشركات، بيقلل من السيلز، يعني بيعمل مشاكل كتيره جدا. ووارد ان يحصل معاهده سلام، لكن طبعا احنا بنلعبش على كده، احنا مش داخلين نجرب حظنا. لكن دي من الحاجات البونس اللي ان شاء الله ممكن تحصل السنه دي، ونتمنى انها تحصل السنه دي. عايز افكرك ان احنا عندنا برامج تعليميه عمليه، مش مجرد فيديوهات بتتفرج عليها وتمشي، سواء انت جاي من تحت الصفر ما تعرفش حاجه في البورصه، او بقالك 20 سنه. ودايما بقول لك ان انت في طريقتين انك تتعلم بيهم البورصه: هتخش وتجرب بفلوسك وهتخسر سنين عمرك. وحتى لو قلنا الفلوس بتروح وتيجي، رغم ان الفلوس يعني دي مقوله غلط، هي الفلوس بتروح بسهوله وبتيجي بصعوبه. حتى لو افترضنا يعني انك هتجيب الفلوس دي تاني، المشكله ان انت سنين العمر اللي هتروح دي، طب ما تشوف حد مش لازم يكون انا بقاله 5 سنين ولا 7 سنين ولا 10 سنين تثق فيه وتعلم منه، وابدا من حيث هو انتهى بدل ما تبدا الرحله من الاول. انت عمرك ده محدود، فانت محتاج ان انت تحاول توفر سنين عمرك على قد ما تقدر، ومش هتقدر توفرها غير ان انت تاخد خبره واحد تاني وتكمل من طريقه. عايز تتعلم؟ عندك رقم واتساب في الصفحه الرئيسيه في القناه.